جمهورية الصين الشعبية فخامة السيد شي جين بينغ الذي يقوم بزيارة قصيرة للمملكة. وعند نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وجد الرئيس الصيني في استقباله صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. إثر ذلك تقدم للسلام على فخامة السيد شي جين بينغ رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. السيد شي جين بينغ السيد لي شانغلين سفير الصين بالمغرب، والسيد زهو زيشانغ الوزير المستشار بسفارة الصين بالمغرب، والسيد شيا كيلين الملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة، والسيد زهينغ واي المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين. وبمدخل القاعة الشرفية للمطار قدم لرئيس الدولة الصينية الذي يرافقه وفد يتكون على الخصوص من السيد كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وسيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، والسيدة هوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن التي تربط الشعبين المغربي والصيني بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد شي جين بينغ للمضي قدما في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية المغربية التي تم إرساء دعائمها خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك حفظه الله للصين في ماي 2016. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار توجه الموكب الرسمي نحو مقر إقامة الرئيس الصيني بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.